بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابي ومتابعين الأوفياء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من مدينة الجديدة أحييكم في هذا البث المباشر والحصري على قناتكم شعر بريس. فقبل ما نبداو هذا البث المباشر اللي خصصناه بجولة على مستوى أحياء مدينة الجديدة، وكيف ما كتشوفوا وبالصورة وعلى المباشر دائما أمن وأمان. فاللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا بقيادة محمد السادس نصر الله وأيده. فتحية الأحباب وتحية الأصدقاء وتحية للصاهرين أكيد على قناة شعر بريس والناس اللي كيتابعوا معنا هذا البث المباشر باش نقوموا بهم بجولة على مستوى أحياء مدينة جديدة، بل أهم يعني شوارع مدينة جديدة. فابقوا معنا باش تشوفوا معنا الأجواء وتشوفوا معنا هذه الحياة الجميلة، وخصيصا وحنا يعني في هذه المناسبة وفي هذا الشهر المبارك اللي هي مناسبة عاشوراء اللي كيفرح ليها الصغير والكبير. فأولا سمحوا لنا على هذا المباشر اللي بصراحة درناه في وقت متأخر، ولكن أنا كنت جيت عند الأخت ديالي وترني انتباه وشفت ديك الأجواء الجميلة وديك الأجواء العائلية اللي كنا كنعيشوها في واحد الحقبة، في واحد الزمن الجميل. يعني دخلت في وقت متأخر، يعني هنا غادي نتكلم لكم على القلعة. تحية الناس القلعة وتحيه للناس اللي زادت تما، وتحيه الناس اللي عطاتنا اللي عطاونا الكثير يعني من هذا المكان الحي الشعبي اللي كنتكلم انا على القلعه. انا ابن درب بندريس ودخلت للقلعه، فسبحان الله لقيت واحد الاجواء اللي بصراحه احنا عطشانين ليها، وكنظن المغاربه كاملين عطشانين لهذه الاجواء، اجواء الاخاء واجواء الالفه واجواء الحياه الجميله كما كنشوفوا دابا على شوارع مدينه الجديده. يعني امن وامان، ومازال الناس خارجه، مازال الناس كتستمتع بهذا الهدوء الجميل. يعني على مستوى كيف ما كتشوفوا يعني كيف ما كتشوفوا قدام البحر هنايا الناس كتستمتع، الناس مازال كتشم الهواء، الحمد لله كيتساراو في امان، وهذه هي الحياه. فبصراحه كيف ما قلت لكم يعني السبب ديال هذا المباشر اللي بصراحه جا متاخر، فدخلت القلعه تلقيت اجواء بصراحه اجواء جميله، اجواء رائعه. كتشوف الناس تما يعني بمناسبه ديال عاشوراء حياو صله الارحام، حياو ديك الذكرى الجميله اللي كان الجيران كاملين كيخرجوا من يعني من مختلف الاحياء الشعبيه على مستوى مدينة الجديدة، وكيعيشوا ديك اللحظة، وكيبدا ديك الهتافات الجميلة. حق بابا عيشور، عمر جيبك ما يخوى، كذلك عيشوري عليك دليت شعوري. وكانت ديك النسمات الجميلة كتخرج من لسان عطر الامهات ديالنا، والاطفال كذلك كيستمتعوا يعني بهذيك الدقه وبهذيك الاجواء الجميله. والله العظيم زعما عرفتي دابا ومازال الناس كتستمتع في امن وامان. باش تعرفوا راه مدينة جديدة دائما والحمد لله عيش الامن وعيش الامان. يعني ناهيك انا دابا يعني كنجول بكم قدام البحر، يعني الشاطئ المعروف بمدينة الجديدة، والناس مازال خارجة، مازال كتستمتع، مازال كتشم الهواء النقي بصراحة في مدينة جديدة. وكذلك كنقول لزوار مدينة الجديدة مرحبا بكم، وتوحشناكم بزاف بصراحة، وجديدة توحشاتكم بالاخص. تحية للمراكشيين، انا لا ما كنديرش هنا عملية استثناء، ولكن المراكشيين كانوا كيخلقوا معنا واحد الاجواء جميلة، واحد الاجواء عطرة. ديك الدقه المراكشيه، وكيفكرونا بحال كيف ما كنشوفوا دابا. يعني كنشوفوا يعني هاد صله الارحام، هاد الاجواء اللي كتشوف يعني الزوج خارج مع الشاد من الايد ديال الزوجه ديالو والابناء وخارجين وكيتساراو مع راسهم. يعني المراكشيين كيعطيونا هاد الاجواء، كيعطيونا هاد الحياه المبتسمه، كيعطيونا هاد الصله الجميله اللي كبرنا فيها وعشنا فيها وتعايشنا فيها مع الاباء ديالنا والاجداد ديالنا والامهات ديالنا، ولازلنا الان يعني كنعيشوها.
وكي يعني وكذلك مدينه الجديده يعني كتزاد جمال، بالاخص من كيجيها مع نقوش البراني. فهذه بلادكم وحنا في المملكه المغربيه الشريفه، كنا كتجمعنا رايه وحده ووطن واحد كيجمعنا وملك واحد كيجمعنا. الله ينصروا لينا والله يخلي لنا طول العمر، والله يخلينا دائما عايشين في امن وامان كيف ما كنشوفوا وكتشوفوا كنتمتعوا بهدوء والحمد لله. فالفضل كامل يعني كيرجع للناس اللي صاهرين على الشأن المحلي، وكذلك الامن الممتاز على مستوى مدينة الجديدة. فدائما احييكم احبابي ومتابعينا الاوفياء. ربما كنشوف تعليق ديال عملاق الصحافه، الرجل اللي دائما كيشرفني واللي تعلمت منه الكثير، وكذلك فقدناه بصراحه، وفقدنا اللسان ديالو العطر اللي دائما كنا كنسمعوه على قناه شوف تي في. بصراحه فقدناك سي احمد الزوين. ربما بعض التعليقات ديال الاحباب ما كيوصلونيش لان وقيل سوء يعني الكونيكسيون هنايا. سي هشام الرجل الطيب، لك مني اغلى التحايا، بالتوفيق ان شاء الله. انت دائما كلامك عطر وانت عطر، وكيف ما كنقول لك انت جبل، انت عملاق، انت واحد الانسان اللي كتمتاز باخلاق عاليه. بصراحه ما شفنا فيك على الخير وتعلمنا منك كيف ما قلت الكثير. انت استاذ، انت يعني دائما خلقنا معاك السعاده وتمتعنا معاك بالسعاده، وشفنا واحد الالفه معاك من خلال الرفقه الصالحه ديالك، ونعمه الرجل الطيب. فتحيه لك من مدينه جديده، وتحيه يعني الناس اللي دايرين بيك، تحيه يعني العائله ديالك كامله والعائله المغربيه كامله ان شاء الله. فنرجع دائما لاحياء مدينه جديده والاجواء ديال المدينه الجديده، ونرجع كذلك لزوار مدينه الجديده اللي كنتسناوهم بشوق وكنتسناوهم بحب يجيو يزوروا مدينه جديده ويجيو يشوفوا مدينه جديده. راه مدينه الجديده كتسناكم، والحمد لله كيف ما كنقول لكم دائما راه حنا في امن وامان دائما بقياده محمد السادس نصر الله وايده. فتحيه للمتابعين الاوفياء وكذلك متتبعات، وتحيه للصائرين اللي مازال كيتابعوا معنا هذا المباشر اللي خصنا بجوله على مستوى احياء مدينه الجديده. وكيف ما كتشوفوا كيف ما قلت لكم حتى انا يعني دخلت حي شعبي في مدينه جديده، يعني غنتكلم على القلعه اللي بصراحه شفت الالفه، شفت الحب، شفت ناهيك على بعض الشوارع الاخرى، او ناهيك على بعض الاحياء اللي كنقولوا حنا راقيه، او الاحياء اللي كلها يعني شات تيقاروا فيه كما كنقولوا بهذا المفهوم. راه كل شيء عارف، كل شات تيقاروا فيه. يعني دخلت للقلعه لقيت واحد الاجواء جميله، حبيت باش نشاركها معكم ونشارك معكم هذيك الالفه اللي عايشينها. وطبعا احتراما لهم ما نقدرش نصور العائلات، لان العائلات هما اللي خارجين وشادين طعيريجه بابا عيشور حق بابا عيشور، يعني هذيك الهتافات الجميله عيشوري عيشوري عليك دليت شعوري. واحد الحياه مبتسمه وفرحت من قلبي والله، لان تذكرت جدودنا، تذكرت والدينا، تذكرت ديك الحقبه الجميله، ديك الحقبه الذهبيه اللي عاشوها ابناء مدينه جديده، وكذلك هذاك الحي الشعبي اللي عطانا الكثير. يعني انا لا استثني احد، لان هذاك الحي الشعبي اللي هو القلعه والعديد كذلك احياء شعبيه على مستوى مدينه الجديده عطاونا الكثير وعطاونا عمالقه. يعني منهم نقدر نذكر بعض الاسماء. انا غنتكلم على السهل، راه ولد مدينه الجديده، راه يعني وغنتكلم على بزاف، غنتكلم على بابا، غنتكلم على الشريف، غنتكلم يعني القلعه عطاتنا الكثير. فتحيه لهاد الناس وتحيه لذوك الامهات اللي عطاونا هاد العمالقه اللي هما عطاو الكثير كذلك للمدينه الجديده. فمدينه الجديده كانت ولا زالت كتعيش هذيك الحب، هذيك الحنان، هذيك الالفه اللي شفتها دابا. واحد الدفء عائلي شفتو في القلعه. تمنيت لو الاحياء كاملين يعني نشوفوا فيه ديك الدفء ان شاء الله. وبهذه المناسبه غادي نشوفوا ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا يعني انا كنجول بكم في احياء مدينه جديده، يعني درب غلاف، شفنا بوشريط، شفنا كذلك المدينه
يعني امن وامان والحمد لله. فهذه هي شوارع مدينه جديده، وهذه هي مدينه جديده اللي كتسنى الزوار ديالها، منهم مراكشيين، منهم الرباطيين، منهم ناس اكادير، منهم يعني كاع المدن في سائر المملكه المغربيه الشريفه. احنا خوت، وطبعا وطن واحد ورايه واحده كتجمعنا. هدوء دائما يخيم على مدينة الجديدة، هدوء دائما يخيم على مدينة الجديدة. والساعة تشير إلى 1:07، والحمد لله كيف ما كتشوفوا. يعني ربما جلنا أغلب الشوارع مدينة جديدة، وشفنا المدينة، وكذلك شفنا جبت لاكوت، جيت البحر. الأمور مزيانة، ومازال العائلات خارجين كيتنفسوا يعني الهواء النقي بمدينة الجديدة. راه ما يمكنش نقولوا كل شيء خايب، لا يمكن. مدينة الجديدة ف يعني كانت من أنظف المدن على مستوى المملكة المغربية الشريفة. مدينة الجديدة كيف ما كنقول مواليها اللي دائما كيخلقوا السعادة، اللي دائما معروف عليهم ذوك الجود والكرم، معروفة ناس دكالة، ناس مرحبا، ناس كلوا شربوا سيدي. وبدا يعني هذه بصمه اللي كيخليوها ناس جديده وسكان مدينه الجديده كيخليوها في البراني. يعني ما نقولش البراني، يعني المهم ماشي مدينتك، اللي ماشي في المدينه كيجيو كيفرحوا كيقول لك مدينه جديده مزيانه، فيها الى اخره، البحر، ناس الكرم. فهذا هو المغرب والحمد لله. فاحبابنا اصدقائنا ربما طولنا عليكم شويه، بغينا تشوفوا الاجواء، وكذلك زوار مدينه جديده يشوفوا معنا الاجواء رغم يعني الوقت متاخر. فكنشوفوا امن وامان، كنشوفوا حياه جميله بمدينه جديده. دخلنا بكم وجلنا بكم في وسط يعني حي شعبي اللي هو القلعه، وافتخر بناس القلعه، وافتخر بالاحياء الشعبيه على مستوى مدينه الجديده. نعم افتخر. الا تكلمت على درب بندريس غنتكلم على الكويريه اللي عطاونا، الا تكلمت على الصفا راه غنتكلم اسيدي على ريض الرياحي، الا تكلمت على مختلف الاحياء بمدينه جديده غنتكلم على به، غنتكلم على يعني على بزاف. يسمحوا لي اللي ما جبتش الاسماء ديالهم، غنتكلم على بزاف الناس اللي خلقوا السعاده وحسونا بالفخر بصراحه، ومازال كنفتخروا بهم والحمد لله. فاللهم اجعل دائما هذا البلد بلدا امنا مطمئنا بقياده محمد السادس، نسال الله وايده. فتحيه الاحباب، وتحيه الاصدقاء، وتحيه للصايرين، وتحيه للمتابعين والمتتبعات كذلك. توحشنا نجمعوا معكم شويه في الليل، توحشنا هاد الالفه وهاد الاخاء، توحشنا بصراحه، توحشنا هاد الاجواء، توحشنا نعيشوها بصراحه والله. توحشنا يعني نكونوا ناس ايجابيين، كوميونيكاسيون مع الاحباب ومع الاصدقاء، كل شيء يخلق السعاده، كل شيء يكون فرحانين ان شاء الله. يعني شوف حي شعبيه شنو خلاني انا شحال هادي ربما ما درت مباشر على هذه الصفحه هذه. فانا دخلت عادي، جيت غير نشوف الاخت ديالي، فلقيت الاجواء بصراحه، لقيت الماضي الجميل، لقيت الحياه، لقيت السكن، لقيت الدفء. انا كنتكلم على الدفء يعني حيت صحاب القلعه خالقين السعاده كيف ما كنقولوا باللغه العاميه، خالقينها بالاجواء العائليه، الامهات والبنيات ديالهم الصغار خارجين طايجرات، يعني طارج كذلك بندرات عفوا اخواني الكرام، وخالقين السعاده وديرين جو جميل. راه بالبساطه باش كنعيشوا سعداء، راه بالبساطه باش كنخلقوا السعاده، راه بالبساطه باش كتكون ديك الحميميه وديك الالفه وديك الحياه الجميله. الا ما كنتيش بسيط وما كنتيش كتفكر دائما بان الغدا راه تكون زوين، وصدق اعطي حسن، ما تلفتش. شي ما تبغي دير شي حاجه زوينه ما تلفتش، والله سبحانه وتعالى يعاونك. والله رزقك من حيث لا تحتسب ومن حيث كذلك تحتسب. علاش؟ لان الامر ديالك زوين وكتعيش واحد الحياه جميله. ف
مدينة الجديدة كترحب بالجميع وكذلك قناة شعار بريس فرحانة بكم وفرحانة بالمتابعين الأوفياء، لأننا كنتكلموا على مدينة جديدة، ودائما أنا ملي كنتكلم على مدينتي كنتكلم بفخر، ولا تكلمت على رجال مدينة جديدة دائما كنتكلم بفخر. كذلك لا تكلمت على نساء مدينة الجديدة كنتكلم عليهم بفخر، منهم من ماتوا الله يرحمهم ويغفر لهم، ومنهم اللي مازالين احياء كنعيشوا معاهم وكنشموا الريحه ديالهم، ريحه التقاء والنقاء، لا بالنسبه للنساء ولا كذلك بالنسبه للرجال اللي عطاو الكثير لهذه البلاد، عطاو الكثير والكثير. فالله يلطف بنا والله يشافي كل من كان منا مريض، وكذلك الموتى يا ربي ترحمهم وتغفر لهم، واللي حزين في شي دار يا ربي تفرحوا في هذه العواشر هذه، واللي كينتظر شي رزياق او شي خديمه او شي حاجه زوينه كيفكر فيها، الله يجعل الله من تعالى يسهل عليه يا ربي امين. كذلك كنقولوا قبل ما ننهيو هذا المباشر، كنقولوا الناس جديده وكنقولوا لزوار مدينه الجديده مرحبا بكم، وناس جديده راه مرحبين وكيتسناو في زوار مدينه الجديده، وكذلك الجاليه المغربيه كنتسناو فيهم، تطلعوا علينا هذا العام كنتسناو فيكم. فجديده الحمد لله كيف ما كتشوفوا دائما امن وامان، كل شيء زوين، كل شيء هادئ، الساعه تشير الى 1:13 دقيقه، وكنشوفوا الامور كيف ما كنقولوا زاهيه، امور جميله. دخلنا للقلعه مع لحظه شونس، وكيف ما شفتوا الحمد لله يعني الامن، والامهات خارجين كيلعبوا بالطعارج وكيلعبوا بالبندير وكيعطيونا ديك الهتافات الجميله اللي كانوا كيقولوها بكري، اغاني ديال بكري تبارك الله. ولا انا احتراما للعائلات ما نقدرش يعني نصور، ولكن سمعتوا الصوت، يكفي بان سمعتوا الصوت، ويكفي كذلك باني انا يعني دزت تقريبا من شي 4 كنقولوا 4 دروبه واقيلا ياك 4 الاحياء، يعني المهم درب واحد اللي هي حي واحد اللي هو القلعه، دخلت من الوعدودي هبول، دزت للزنقه هذاك الشارع الكبير اللي كيشوف اللي كيطلع على الحسن الثاني، الباستور، لا باستور يا ربي. وكيف ما شفتوا امن وامان والحمد لله. فهذه هي مدينه جديده اللي دائما كتنتظر الزوار ديالها، وعنشير دائما للمراكشيين لانهم بصراحه كنخلقوا معاهم السعاده وكنعيشوا معاهم. تحيه لناس مراكش وكذلك ناس الرباط، ناس اكادير، المدن كامله المغربيه. فكنقول لهم مرحبا بكم في مدينه جديده، وها مدينه مع 1:14 دقيقه، وانا كنتسري بكم والحمد لله كيف ما كتشتوا دائما امن وامان. احبابنا اصدقائنا، وصلت لنهايه هذا المباشر، ما بقى لي الا نودعكم على امل لقاء بكم في مباشر اخر. تسناونا ما تغيبوش علينا، وكنقول كذلك زوار مدينه جديده مرحبا بكم. ها جديده، هل الامور عاديه وسليمه والحمد لله. وكذلك يعني كنشكر الامهات اللي بصراحه بفضلهم، امهات القلعه بفضلهم باش درت هذا المباشر هذا، لان خرجت بحال اللي كتقول خديت واحد تعبئه ايجابيه، خديتها من القلعه وخرجت فرحت، سي نورمال، حيت بديك الاجواء الجميله والاجواء الهادئه والحمد لله. فاللهم اجعل دائما هذا البلد بلدا امنا مطمئنا بقياده محمد السادس نصر الله وايده. فدمتم لنا اوفياء ودمنا لكم كذلك اوفياء وشرفاء. ما بقى لي الا نودعكم على امل اللقاء بكم في مباشر اخر، والسلام عليكم ورحمه الله. صبحوا على خير يا ولاد الخير.